الاعتداء علي وخنقي حتى الموت وأنا أبلغ من العمر 10 أشهر. أنا طفلة سودانية مقيمة في دولة مصر. بدأت الواقعة يوم الجمعة الماضي في تمام الساعة 6 مساء. كانت والدتي تشعر بالتعب وتركتني ألعب برفقة شقيقتي الكبرى البالغة 6 سنوات. دخلت شقيقتي إلى بيت الراحة فزحفت في غيابها، وخرجت أمام باب شقتنا في العمارة فرآني ابن الجيران البالغ 22 عاما واختطفني، ورأته أختي من ظهره عند ذهابه. أخذني إلى حديقة خلف العمارة، وعندما بدأت بالصراخ كتم أنفاسي خوفا من فضح الأمر، لكنني مت بين يديه. وحتى عندما تأكد من وفاتي واصل بالاعتداء علي لمدة 2 ساعات. وعندما بدأ البحث عني من قبل أهلي والجيران والشرطة ألقاني على الأرض وصعد إلى شقتهم الذي يقيم بها مع أخوه، حتى وجدوا جثتي مرمية في الحديقة بدون ملابس بالجزء السفلي، وملقاة على الأرض جثة هامدة وأنزف